السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بناشد كل السلطات الليبية اللي موجودة ببني غازي في جدابية. في شاب مصري من محافظة المنيا، من مركز أبو قرقاس، من قرية سقية موسى، تابعة لمركز ومدينة أبو قرقاس. دويت القيوق مشنوق في السكن بتاعه، ومسكوا 2 ليبيين متلبسين وسلموهم للسلطات الليبية، وهو حاليا موجود في مستشفى الشهيد محمد المقريف في جدابية. وحاليا هو دلوقتي محجوز، بقاله اسبوع محجوز في المستشفى. عايزين اي حد من قرايبه يمضي ان هو شنق نفسه عشان خاطر يتم الافراج عن الجثمان ويرجع مصر. يا ريت السفارة المصرية اللي موجودة ببني غازي تتحرك في الموضوع دويتي، عشان الموضوع دويتي محافظة المنيا كلها ومركز ابو قرقاس وقرية موسى وجميع البلدان اللي حواليها مستنيين الجثمان يرجع. هم مسكوهم متلبسين وسلموهم للسلطات الليبية. معنى ان انت تأخر الجثمان، انت كده المتوفي او الشهيد ده مش هيرجع يقول لك هم عملوا ولا ما عملوش. هم مسكوهم متلبسين وسلموهم للسلطات الليبية، والسلطات الليبية تتخذ الاجراءات القانونية بتاعتها براحتها منهم ليهم. انما احنا كمصريين عايزين الجثمان يرجع عشان اهل المتوفي يرتاحوا. وانتوا عارفين لما يكون حد عنده مشكلة زي كده اما يبقى الموضوع صعب. يا ريت اي حد من السلطات الليبيه اللي موجود في جدابي او موجود في المستشفى يتحرك في سرعه الاجراءات ان هو يخرج من المستشفى. واحنا كمصريين وكمحافظه المنيا وابو قرقاس، انا بتكلم بالنيابه عن ابو قرقاس، مفيش حد فينا هيمضي ان هو عمل كده في نفسه، عشان هم اختلفوا مع بعض، عشان هم كانوا شركاته واختلفوا مع بعضهم ومسكوهم متلبسين. يا ريت السلطات المصريه اللي موجوده ببني غازي، اذا كانت السفاره او